هذا الفاصل حوالي حضراتكم هذا المشهد الزملائي في الإعداد وفي الإخراج عرفوا يعني يظبطوه فنيا وتقنيا. هذه كلمة لفضيلة الإمام والشيخ الكبير الراحل محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، وهو بيقول هذا الكلام طبعا وقت أن كان حيا يرزق، لكن المنصت لهذا الكلام يعتقد أنه يوجه كلامه إلى المصريين هذه الأيام. نستمع إليه وندعو له بالرحمة والمغفرة. كل رسول يأتي إنما يأتي على فساد. الفساد ده منتفع به الناس، وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومطغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بشر، يثور على هذه المسألة يوم يتمسكوا به ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى إيه؟ قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. هم يقولوا لا ده اتبعك إيه؟ أرادلهم. وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول. يقولوا لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على أن الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول من مائينه، فلا بد من ثورة. ودي ثورة مين؟ مش ثورة سائر كده في الأرض، لا ده ثورة الإيه؟ السمع على منهج الأرض. ثورة السمع على منهج الإيه؟ الأرض. ثورة السمع على منهج الأرض تيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون أنه إيه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيدوا ازاي؟ امال الناس هتسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده ايه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها. سقف لها مين بقى؟ المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد، أن السائر يظل سائرا. هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. اهدأ، ما تتنكش بقى الحكايه بتاعتك دي، اعملها كده ومسلط السيف على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان اهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله. لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انك ما جئت ضد طائفه، انما انت جئت ضد ظلم طائفه. فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك بقى، ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائر الحق هو ايه؟ هو الذي لا يظل سائرا، وانما يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد.